السلام عليكم أحبتي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست دردشة. في هذه الحلقة هذه غادي نهضروا على الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية في المجال الاجتماعي. هذا المجال جد مهم لأنه يلامس الواقع والمعيشة اليومي ديال المواطنات والمواطنين من صحة وتعليم وتشغيل. غادي نشوفوا واش فعلا المشرع عطى هذه الجماعات الترابية اختصاصات ذاتية كافية باش تحقق التنمية الاجتماعية على المستوى الترابي. واش فعلا هذه الجماعات من تلك الاختصاصات قادرة أنها تجاوب على الأسئلة والمتطلبات الاجتماعية نتاع الساكنة المحلية. معكم ياسين الأزعر، وهذه حلقة جديدة من بودكاست دردشة. بداية الحديث ديالي على الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية في المجال الاجتماعي غادي تكون انطلاقا من مجلس الجهة، بحيث أن المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات نصت لنا على الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة في المجال الاجتماعي، والمشرع عطى فقط اختصاصين ذاتيين في المجال الاجتماعي لمجلس الجهة. شنو هي هذه الاختصاصات؟ إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية. ثانيا، إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل إدماجها في سوق الشغل. فالملاحظ هنا أنه المشرع كان شحيحا جدا في منح مجلس الجهة اختصاصات ذاتية تدخل في نطاق المجال الاجتماعي، حيث كنلاحظوا غياب تدخل في مجال الصحة وفي مجال التعليم. تدخل فقط اقتصر لنا هنا شنو؟ على المجال ديال الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، وأيضا إحداث مراكز جهوية ديال التكوين وكذا مراكز جهوية ديال التشغيل. وبالتالي غياب تدخل الجهة في مجال الصحة في مجال التعليم فهو إشكال حقيقي. علاش؟ لأنه الساكنة المحلية عندها انتظارات كبيرة على مستوى الصحة والتعليم، وبالتالي راه خاص إعادة النظر في منح مجلس الجهة تدخل على مستوى الاختصاصات الذاتية في الصحة وفي التعليم. لأنه اليوم إلا بغينا نمشيو في التدبير اللامركزي وفي الجهوية المتقدمة لابد أن الدولة تطلق الاختصاصات. ما يمكنش لنا اليوم نسيروا مشاريع تدارت على المستوى المركزي بنفس لا مركزي، راه ما غنحقوش النتائج المرجوة والمطلوبة. فبناء استراتيجيات أو بناء برامج التنمية يجب أن ينبثق من خصوصية كل جهة على حدة، من خصوصية الثقافة نتاع ديك الجهة، من خصوصية المجال الجغرافي ديال ديك الجهة، من خصوصية طبيعة ساكنة تلك الجهة، وليس التخطيط فقط على مستوى المركز من انطلاقا من المكاتب ومن مكاتب الدراسات باش الجهة أو لا يكون التنفيذ على مستوى اللامركزي. أيضا خصنا نحاولوا نوسعوا الموارد الذاتية نتاع مجلس الجهة باش يقدر هاد الاختصاصات تنعكس لنا من خلال برامج التنمية على مستوى مشاريع وبرامج، وأيضا باش نقدروا ننزلوا هذيك المشاريع على أرض الواقع بتمويلات ذاتية. يمكنش اليوم الجهة كهيئة ترابية كنعولوا عليها باش تكرس لنا التدبير اللامركزي باش تنجح لنا ورشة الجهوية المتقدمة، غادي تعول فقط على إعانات اللي كتعطيها الدولة كل سنة أو لا بعض التمويلات الأخرى. خاصنا نفكروا جليا في مداخل أخرى ذاتية لمجلس الجهة حتى نضمن استقلالية التدبير واستقلالية القرار نتاع مجلس الجهة بغض النظر على مراقبة سلطات المراقبة. إذا كانت هذه هي الاختصاصات الذاتية اللي أعطاها المشرع لمجلس الجهة في المجال الاجتماعي، كما قلنا هي اختصاصات غير كافية لتحقيق التنمية الاجتماعية على المستوى الجهوي.
أما بالنسبة لمجلس العمالة أو الإقليم، فكيمارس الاختصاصات الذاتية في المجال الاجتماعي انطلاقا من المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. وهنا المشرع عطى لهذا المجلس هذا ثلاثة ديال الاختصاصات اللي كتدخل في نطاق المجال الاجتماعي. شنو هي هذه الاختصاصات؟ النقل المدرسي في المجال القروي، وضع وتنفيذ برامج لمحاربة الهشاشة والفقر، وأخيرا تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة. إذا كانت هذه هي الاختصاصات الذاتية لمجلس العمالة أو الإقليم في المجال الاجتماعي، وهي أيضا اختصاصات غير كافية. علاش غير كافية؟ لأنه عندما ننظر إلى المهمة الأصيلة التي أوكلها المشرع في القانون التنظيمي لهذا المجلس هذا، راه كنلقاو هي تحقيق التنمية الاجتماعية. وبالتالي كيفاش كتستنى من هذا المجلس يحقق ليك التنمية الاجتماعية اللي كتدخل فيها الصحة، التعليم، التشغيل؟ عاطيه فقط في هذه المجالات هذه مجرد التشخيص ديال الحاجيات. يعني هذا المجلس نتاع العمالة والإقليم غيمشي للإقليم غيدير لنا التشخيص ديال الحاجيات على مستوى الصحة والتشغيل والتعليم ويحطها. شكون يدير لنا البرامج؟ العلم لله. هنا راه خصنا نعيدوا النظر على مستوى الاختصاصات الذاتية في المجال الاجتماعي لهذا المجلس، لأنه هو المنوط به تحقيق التنمية الاجتماعية. وإلا بغيناه فعلا يمارس الاختصاصات ديالو الذاتية في المجال الاجتماعي بشكل قوي ويحقق لنا هذيك المهمة اللي عطيناه، راه خصنا نمنحوه الوسائل القانونية اللي هي عبارة عن اختصاصات اللي كترافقها تمويلات ذاتية باش يقدر يدير برامج ومشاريع اللي ينزلها على مستوى الإقليم أو العمالة. خاصة أن جل مجالس العمالات والأقاليم كيهتموا لنا بالعالم القروي. فاليوم إلا بغينا نمشيو بمنطق العدالة المجالية وبمنطق أننا نحققوا واحد العدل على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل بين العمالات والأقاليم، خصنا بعدا تكون لهذا المجلس آليات قانونية حقيقية باش يمارس التنمية الاجتماعية على أصولها باختصاصات واضحة، باختصاصات كافية، وباختصاصات مستقلة. صحيح أن هذا المجلس حتى الانتخابات فيه كتكون من خلال الاقتراع غير المباشر، وهذا خلل منذ البداية. فاليوم يمكن راه خصنا نتسائلوا ما الجدوى من هذا المجلس؟ واش فعلا كيقوم لنا بالدور المنوط به اللي هو التنمية الاجتماعية، أو خصنا نفكروا فعلا في الإزالة ديال هذا المجلس ونفكروا في البقاء ديال مجلس الجهة ومجلس الجماعة ونمكنوهم من اختصاصات حقيقية في المجال الاجتماعي ويقومون لنا بالتنمية الاجتماعية في إطار التدبير اللامركزي وتكريس الجهوية المتقدمة. ما يمكنش كما قلنا أننا نصوغ برامج تنموية اجتماعية على المستوى المركزي انطلاقا من استراتيجيات وانطلاقا من برامج حكومية ونجيو ننزلوها على المستوى اللامركزي من خلال الجماعات الترابية والمصالح اللا ممركزة. فهنا التنزيل غادي يكون فيه أعطاب كثيرة جدا، لأنه أصلا تلك المشاريع المصاغة على المستوى المركزي ما كتراعيش الخصوصيات المحلية، ما كتراعيش الخصوصية ديال المناطق الجغرافية، ما كتراعيش الثقافات المحلية. وراه شفنا أنه ملك البلاد أطلق وعطى تعليماته باش يتطلق واحد جيل جديد من برامج التنمية كيراعي الخصوصية المحلية وكيرتكز لنا على مبدأ التضامن والتكامل باش يمكن لنا نحقق نتائج جد إيجابية على مستوى التنمية الاجتماعية، لأنه مجال جد حساس فيه الصحة وفيه التعليم وفيه التشغيل. إذن خاصنا قوي والاختصاصات ديال مجلس العمالة والإقليم في المجال الاجتماعي إنه هو المنوط به مهمة تحقيق التنمية الاجتماعية. وأخيرا بالنسبة لمجلس الجماعة، فالمشرع عطى لهذا المجلس هذا مجموعة من الاختصاصات الذاتية اللي تندرج ضمن المجال الاجتماعي،
وهذه الاختصاصات نصت عليها المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات. فشنو هي هذه الاختصاصات؟ أولا حفظ الصحة، ثانيا نقل المرضى والجرحى، ثالثا نقل الأموات والدفن، رابعا إحداث وصيانة المقابر. فاش كنديروا استقراء مقتضيات هذه المادة فكنلقاو أن هذه الاختصاصات الذاتية لمجلس الجماعة في المجال الاجتماعي تندرج في إطار مهمة تقديم خدمات القرب. فعندما نتحدث على نقل المرضى والجرحى فهنا راه كنهضروا على تقديم واحد الخدمة للقرب ديال المواطنات والمواطنين. كنهزوا واحد المريض كنديوه للسبيطار، بالتالي هذه خدمة ديال القرب. أي أن هذه الاختصاصات الذاتية لمجلس الجماعة في المجال الاجتماعي احترمت لنا المهمة الأصيلة ديال هذا المجلس اللي هي تقديم خدمات القرب. ولكن التساؤل الكبير، علاش المشرع ما عطاش اختصاصات ذاتية لمجلس الجماعة في المجال الاجتماعي تكون أكبر؟ أي أنه يتدخل بشكل كبير في مجال الصحة، يتدخل بشكل كبير في مجال التعليم، ويتدخل بشكل أكبر في مجال التشغيل. وهنا فعلا كنلاحظوا غياب تدخل مجلس الجماعة في مجال التعليم وفي مجال التشغيل، وهذا أمر اللي صعب جدا نتقبلوه، خاصة أن مجلس الجماعة هو القريب من المواطنات والمواطنين، هو اللي عارف احتياجات الساكنة المحلية لأنه قريب منهم حتى جغرافيا. وبالتالي خصنا إعادة النظر في هذه الاختصاصات ونمنحوا مجلس الجماعة اختصاصات أكبر على مستوى الاختصاصات الذاتية في المجال الاجتماعي، باش فعلا يقدر يحقق لنا وتساهم لنا الجماعة في تحقيق التنمية الاجتماعية. إلا بغينا فعلا نمشيو في إطار التدبير اللامركزي ونكرسوا هذا التدبير هذا انطلاقا من اختصاصات حقيقية تندرج في إطار الاختصاصات الذاتية كاختصاصات أصيلة في المجال الاجتماعي لمجلس الجماعة، ونعطيوه التمويلات الذاتية بشكل كافي باش يدير لنا برامج في برنامج عمل الجماعة وينزلها ونشوفوا النتائج كتحقق أمام أعيننا على المستوى المحلي في المجال الاجتماعي. كخلاصة لما تقدمنا به في هذه الحلقة من تطرق الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية في المجال الاجتماعي، كنلقاو أنه فعلا المشرع عطى مجموعة من الاختصاصات اللي كتدخل في نطاق المجال الاجتماعي، ولكن تبقى غير كافية لممارسة هذه الجماعات اختصاصاتها الذاتية في المجال الاجتماعي باش تساهم لنا في تحقيق التنمية الاجتماعية. وإلا رجعنا بالذاكرة قليلا غادي نتساءلوا شنو كان الدور ديال الجماعات الترابية إبان جائحة كورونا في إطار حماية صحة المواطنات والمواطنين، في إطار التدخل في مجال الصحة. فرا كنلقاو أنه الجماعات الترابية ما كانش عندها شي دور فعال إبان الجائحة، وهنا راه فعلا هذا كيدق لنا واحد ناقوس الخطر. واش فعلا بغينا جماعات ترابية فاعلة في التنمية، تحقق التنمية، تدبر الشأن العام الترابي باختصاصات ذاتية قوية، أم أردنا جماعات ترابية تنفذ فقط المشاريع التي تأتي في إطار الاختصاصات المشتركة وتحقق التنمية فقط من خلال الاختصاصات المشتركة؟ هذه أسئلة اللي خصنا نديروا وقفة عليها، خصنا نشوف إلا فعلا بغينا تكريس التدبير اللامركزي وبغينا نمشيو بعيد في إطار الجهوية المتقدمة، فخصنا تقوية الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي باش نحققوا تنمية اقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي، انطلاقا من خصوصية كل جهة على حدة، خصوصية ثقافية، خصوصية جغرافية، وخصوصية حتى مالية. أحبتي الكرام، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.